اللصوص اتنكروا في شكل جرسونات بوابين، وكل ما يوصل عربيه فخمة يجروا بسرعة يستقبلوا الزبون بحماس، وبحجة خدمة الركنة الفاليه ياخدوا العربية. بس هدفهم ما كانش يسرقوها، الخطة الحقيقية إنهم يستغلوا المعلومات اللي جوه العربية عشان يقتحموا بيوت أصحابها. بنجري بسرعة على بيت صاحب العربية. جوه البيت العيلة قاعدة بتتعشى ومش واخدة بالها إن بيتهم بيتسرق، وبعد ما خلص بهدل السفرة وفتح شباك قصداً عشان يبين إنه سرقة عادية، وبعد كده رجع العربية مستني الصيدة الكبيرة اللي جاية. في اللحظة دي وصل عربية فخمة تانية. جاك جري فوراً والمليونير من غير أي شك سلمه المفاتيح. باستخدام الGPS بتاع العربية جاك وصل على بيت الراجل، وبعد ما ركن دخل يدور على أي حاجة غالية. لقى ظرف على الترابيزة جواه كارت بلاك لسه متفعلش. جاك بلغ بن بالخبر الحلو، ولما طلع فوق لقى موبايل المليونير وقدر يفعل الكارت، لكن لفت نظره باب مقفول بالمفتاح. قال أكيد وراه حاجة أغلى. جرب مفاتيح العربية واحدة ورا التانية والباب فعلا اتفتح، بس المفاجأة لقى بنت جوه. المليونير كان مأسسها هناك. جاك شال القماشة من على بوقها عشان يحررها، بس السلاسل ما كانتش بتتفتح. في الوقت ده بنلاحظ إن المليونير ما بقاش موجود، ولما لف وراه لقاه واقف قدامه. على طول نادى جاك، لكن في نفس اللحظة البنت قالت سر مهم. القصر كله متراقب بالكاميرات، وساعتها المليونير طلع موبايله وفتح الكاميرات المباشرة اللي في البيت.